السعودية أبد الآبدين لا تكون معنا، لازم نفهم هذا. آل سعود خونة. الوثيقة التي بأيدينا الآن، بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق بعد الحرب العالمية الأولى يدعو ابن سعود للاجتماع به في العقير، ساحل العقير بالمملكة السعودية الآن على ساحل الخليج، يسموه العقير في الأحساء. اجتمع به وما ندري احنا، يعني ندري اجتمعوا بس ما ندري ايش اللي حصل. ما انكشف الا قبل سنة. وثيقة كتبها لبيرسي كوكس عبد العزيز بن سعود يقول: أود أن أعترف للسير بيرسي كوكس 1000 مرة، مو مرة واحدة، 1000 مرة، بحق اليهود المساكين، مو بس يهود، مساكين، بحق اليهود المساكين في إقامة دولة لهم في فلسطين، وأنا على هذا العهد حتى تصيح الساعة. مستعمل هذا اللفظ البدوي، يعني حتى تقوم الساعة. توقيعة ختمة عبد العزيز بن سعود 1920. عد سنة 17، يعني 80-90 سنة. كل هذه الأيام احنا ما ندري هم موقعين هذا التوقيع. لذلك انت تطلب منهم ان يكونوا هم ضد اليهود وضد هذه المسألة وويانا، اللي ابوهم هكذا محروق قلبه على اليهود المساكين يصير معاك؟ مو هذا يعني. الامور غير تعرف من خلال الادله والقرائن والاشياء. لذلك لن تكون الدولة السعودية معنا ابدا، مو فقط اليوم لانه هم شافوا ترامب يحثهم على كذا وكذا، لا، من اول هم هذه غايتهم وهذه طريقتهم، ما يصيرون ويانا. اليوم هم بدأوا يحجون ضد الإخوان، وشيء صحيح بالأول كانوا يكتمونه، لكن هو قرارهم من الأول أن يلعبونه. وبعدين أنا كتبت في بعض الشيء لما اعتقلوني في الإمارات، قلت له أنت مخطئ تعتقلني، أنا يعني من الإخوان ثم ماذا؟ أنت ليش تعتقلني؟ غير تلك القصة اللي رويتها صباحا. قال إحنا ما معتقليك لأنه من الإخوان، إحنا معتقليك لأنه إحنا اتخذنا قرار السلم مع إسرائيل قرارا استراتيجيا عربيا عاما ونروج له، وروضنا كل الشعب رضي بذلك، إلا أنتم تقيمون مهرجان فلسطين وتجيبون الشاعر الأميري ذاك اليوم رحمة الله عليه، الأميري اجوا ألقى قصائد جيدة في فلسطين وكذا بدبي، تجيبون الشاعر الأميري يلقي قصائد وأشياء. احنا معتقليك لهذا، انت تعلم الناس ما هو ضد الصلح، ومعتقليك لأنه تعلم صراحة يقول ذلك. هذا سنة 95-96 اعتقلوني سنتين، كان هذا تفكيرهم هو الصحيح. احنا نرجو من هؤلاء وهم أصحاب توجه استراتيجي للصلح أن يعني يقبلون خطتنا بالجهاد. هي مو اليوم يقولون أنتم أعدائنا وكذا، من أول